اخر تطورات فسخ التعاقد مع ياستروب، وبوصله مدرب النادي الاهلي الجديد تتجه نحو الكرواتي كرونوسلاف يوريشيتش. كلام في الكوره وحلقه جديده، لايك وشير. اهلا بيكم، عيد اضحى سعيد، كل سنه وحضراتكم طيبين. استشارات قانونيه بقى للنادي الاهلي من فرنسا وسويسرا للوقوف على موقف النادي في قصه فسخ التعاقد مع ياستروب. تؤكد صحه شرط الجزاء اللي بيملكه النادي الاهلي، وهو فقط 3 شهور لا غير من تاريخ 30/6 القادم. والاهلي يقف على ارض صلبه في هذه القصه. مالناش دعوه، مالناش دعوه. من ناحيه ثانيه، العمل جري على قدم وساق للتعاقد مع مدير فني اجنبي لقياده الفريق في الموسم الجديد، ولكن عن طريق الوكلاء محل الثقه. والاهلي لم ولن يظهر في اي صوره تفاوضيه مع اي مدير فني عشان ما تبقاش ذريعه للدنماركي على النادي الاهلي. تمام؟ تمام. ايه الجديد بقى؟ ما تيجي احكي لك. شوف يا سيدي، يوريشيتش كان اخذ قرار من شهر تقريبا انه مش هيجدد تعاقده مع السماوي، وقرر خد تجربه جديده وعمل عقد اتفاق مع نادي النصر الاماراتي، ولم يتم التوقيع حتى الان. ولما الوكلاء في مصر المقربين من النادي الاهلي اتاكدوا ان ياستروب ماشي لا محاله بناء على رغبه سيد عبد الحفيظ وياسين بيه منصور، المسؤولين عن ملف الكوره في النادي الاهلي اتحركوا في هذا الاتجاه، كلموا مع يوريشيتش، فالراجل غير بوصلته وابدى الموافقه ورحب بالفكره. ابتدى يتكلم مع النصر الاماراتي اليومين دول في بنود خلافيه، يعني عشان ما يتموش التعاقد، للتهرب من اتفاقه معاهم بالشياكه. وهو بالنسبه للاهلي مقنع، خصوصا انه هارس الدوري المصري، اخذ بطولتين كاس مصر، حافظ الكره في افريقيا ماشيه ازاي، اخذ دوري الابطال، وكمان اخذ بطوله نص الدنيا انتر كونتيننتال. يعني مدرب متودك من الاخر. مالناش دعوه، مالناش دعوه. وبشوف انه اختيار مناسب جدا، يقدر يتعامل مع النجوم في النادي الاهلي ويقدر يتعامل مع الاعلام، كمان ما بيهمدش وبيدي اللعيبه باور طول ما واقف على الخط، عنده كهرباء زياده. بلس انه شخصيه قويه وكلنا نعرف ده عنه. يا اصدقائي، قولوا لنا رايكم في التعليقات. والله الموفق. حاتم وكلام في الكوره، لايك وشير، استنوني هاجي لكم.